يا اهلا بكل متابعين دحيح الافلام في كل مكان. النهارده نلخص لكم فيلم ريستارت ذا ايرث، والفيلم بيصنف من افلام الرعب والاثاره والخيال العلمي. في بدايه الفيلم بنشوف طفله صغيره بتعيط وبتطلب المساعده، وبتكون في نص الطريق وبنشوف حواليها الناس كلهم بيجروا علشان ينقذوا نفسهم من المباني اللي عماله تقع، وبنشوف المدينه في حاله تدمير كبيره، وبنشوف اغصان الشجره بتتحول للشاشه من اللون الاسود، وفجاه بيصدر الصوت بيتكلم عن الوضع الحالي للارض، وبيقول الصوت انه لم يتخيل اي انسان ان كل ده يحصل، وبنعرف ان الطبيعه استولت على المباني واصبح العالم مهجور، وبنعرف ان ما بقاش فيه بشر على قيد الحياه، واصبحت المدن والبلدات الان من مباني قديمه ومهجوره. وبيقول الصوت ان من سنتين ان النباتات اعطت البشر الحياه، بعد ما النباتات اتكسرت بكثره اصبح وجودها بيهدد الحياه البشريه بشكل كبير، وبقت النباتات دي مغطيه 80% من مساحه الارض، لدرجه ان العلماء سموا اللي بيحصل ده للارض بالكارثه. وبنعرف ان معظم العالم اتقتل واصبحت كل المدن مهجوره، وبنعرف انه مر سنتين من الهجوم الاول على مصنع، وبنعرف ان في راجل اسمه يانغي هاو غاب هو وبنته يوان عن عمليه الاخلاء الاخيره اللي حدثت اثناء الهجوم، وفضلوا الاتنين في المدينه وما كانش معاهم اي حد، ومن الوقت ده بيحاولوا الاتنين البقاء في المدينه لوحدهم. وبنشوف يوان في الغابه بتبص على الكلب الصغير جرو، وفجاه بيجي ابوها وبيزعق لها لانها سابت المنطقه الامنه اللي كان ميعادها فيها ابوها وهربت من غير ما تقول له اي حاجه، وبتجري يوان ورا الكلب وبيجري وراها ابوها وبيقول لها توقف لان لو خرجت من الغابه هيبقى الامر خطير. بس البنت مش بتسمع الكلام، وبدات ساعه يانج تضرب الجرس علشان تعرف يانج ان الشمس على وشك الغروب، وده اللي بيخلي يانج يتوتر اكتر واكتر لان النباتات المفترسه بتخرج في الليل. وفي النهايه وصل يانج الى اعماق الغابه، ولقى بنته واقفه قدام هيكل ضخم شبه الاشجار، وبيشوف اغصان الشجره ملفوفه حوالين جثث البشر اللي بيكون في الهواء، والفروع بتتحرك وباين عليها بتاكل الجثث. وفجاه بيفتح فرع من الفروع مصراعيه، وده اللي بيخلي يانج وبنته يهربوا من المكان بسرعه، وفضل الفرع ده يطاردهم حوالين الغابه، وبدات كمان الفروع التانيه اللي على الارض تطاردهم هي كمان. ويانج وبنته بيخرجوا من الغابه في الوقت المناسب، وبيوصلوا لجزء من الارض بتكون لسه الشمس موجوده فيه، واخيرا خد يانج يوان للبيت وقفل كل الابواب. وبنشوف بعد كده يانج بيركب ساعه تتبع في ايد يوان علشان يقدر يعرف مكانها لو خرجت من البيت بعد كده. وبيفتكر بعد كده يانج ان عيد ميلاد بنته سوان النهارده، فقرر انه يحتفل بيه معاها، وفضل يغني لها علشان يحسسها بالفرحه. وبعدها يانج بيحاول يتصل بالناس اللي نجت من النباتات المفترسه من خلال اشارات الراديو، بس مش بتنفع. وبعدها يانج بيزهق وبيروح ينام، وبيحلم بالوقت اللي قامت فيه الهجمه الاولى على المدينه، وكانت ايان مراته متخصصه في علوم البيئه وبيولوجيا النبات، وكانت هي وفريقها بيحاولوا يبتكروا نوع من الادويه يمكن انه يساعد النبات على النمو بمعدل سريع. وكل ده كان عكس اثار ازاله الغابات على الكوكب، لان الدواء اللي كان المفروض انه يحسن مستقبل البشريه دمر البشر تماما بسبب سوء التقدير، وادى العقار الى تسريع تكاثر الخلايا النباتيه، ولكنه برضه بالصدفه حرر نظام الايجاد في النباتات وصحى مشاعرهم. وبعد كده بقت النباتات دلوقتي بتحس بالغضب وبالالم، والنباتات دلوقتي بقت في غايه الخطوره، وبنشوف المدينه بيكون الناس بيقضوا يومهم زي اي يوم. وفجاه في اليوم ده هجمت النباتات المدينه لاول مره، وكان ساعتها يانج ويان مراته وبنتهم يوان في العربيه، وفجاه جه لليان مكالمه من زميلها وبيقول لها خبر عن النباتات دي وانها بقت مفترسه جدا. ولما سالته ليان عن زميلها كريس عمل ايه، ملحقش الراجل يقول لها اي حاجه، راح الاتصال مقطوع، وفجاه بدات الارض تتهز وسمعوا صوت عالي جدا، ونزل يانج من العربيه علشان يشوف في ايه، وبيلاقي ناس متصابه في وشها ومليانه دم، ولقى الناس عماله تجري بسرعه من الطريق، وفجاه طلع فرع كبير من النباتات من الارض. وبنرجع للحاضر مره تانيه، وبنشوف يانج وهو بيصحى من النوم على صوت عالي وهو مرعوب، فبيجري علشان يشوف بنته يوان، ولما بيروح بيلاقي ان استولت عليها بعض الفروع، وانهم مشيوا وراهم وعرفوا مكانهم وطلعوا للبنت من تحت الارض، والفروع بدات تسحب يوان من السرير بتاعها، وبيحاول يانج انه يوصل لبنته، لكن البنت بتختفي في 5 ثواني بعد ما الفروع هجمت عليها. وبيخرج يانج علشان يدور على بنته وسط الغابه، وبيقعد ينادي عليها على امل انه يسمع صوتها. وبعدها بنشوف يانج بيبص لساعته علشان يعرف منها مكان يوان، وعرف فعلا مكانها فين، وفضل ماشي ورا الساعه لحد ما وصل لمبنى قديم. بيستغرب ان ممكن بنته
تبقى هنا، وكان بيستخدم ضوء الاشعه فوق البنفسجيه علشان يحمي بيها نفسه من النباتات. وبيفضلوا ينادوا كتير برضه على بنته. وبعد كده وهو ماشي في المبنى لقى سايب بنته مرميه على الارض، وبعديها بيلاقي جثه حد النباتات كانت هجمت عليه ودمرته خالص. وبيسمع بعد كده صوت حد بيطلب المساعده من مكان داخل المبنى، وبيعرف ان الصوت ده صوت بنته اللي عماله تنادي عليه علشان يجي ينقذها من النباتات بسرعه. فبيندفع يانج ناحيه النور اللي موجود، وبيشوف بنته وهي بتحاول تنقذ نفسها من النباتات باستخدام مصباح الاشعه فوق البنفسجيه. والفروع فعلا مش بتقرب منها بسبب النور ده، وكل ما بيحاول فرع انه يقرب منها بتروح يوان عامله في وشه النور. فبيبعد عنها، ولكن قبل ما يانج يوصل لها البطاريه المصباح بيتقفل من يوان، وبتفضل البنت قاعده في الضلمه. وده اللي بيسهل الموضوع على الفروع انهم يفترسوها. بس يانج بيرمي لبنته شعله من النور في اخر لحظه، بس الفروع مش بتستسلم وبتبدا في الامساك بالبنت. ويانج بيكون لقى طفايه حريق فبيستخدمها علشان يكسر حيطان المبنى علشان ضوء الشمس يخش جوه. وفعلا الضوء دخل المبنى وبدات الفروع تتراجع للخارج. وبنرجع مره تانية للماضي وبنشوف المدينه في حاله رعب. وبتاخد يانج جوزها يانج وبنتهم للمختبر بتاعها، وبتقول له يان ان النباتات اصبحت متحوله، وانها في وقت قريب جدا هتستخدم الحيوانات كغذاء ليها، ومش بعيد كمان انهم يتحولوا اكتر ويستخدموا البشر كغذاء ليهم. وبنشوف ساعتها بنتهم يوان بتلاحظ ان في نبات بيتحرك بشكل غريب جوه المكان. لما قربت يوان منه راح النبات متحرك بصوره مرعبه، فراحت بسرعه يان وشغلت النور عليه علشان يهدى. وبتعرفوا من نقطه ضعف النباتات دي هي الاشعه فوق البنفسجيه، بس مفيش اي طريقه علشان يوقفوا انتشار النباتات دي. وبتقول لهم انهم بمجرد ما يودوا الاشعه فوق البنفسجيه ناحيه النباتات دي هتبعد عنهم بسرعه. وبتقول لهم ان لحد دلوقتي النباتات بتنمو بشكل كبير وبسرعه كبيره كمان. لما بتروح يان للمواد الكيميائيه فجاه بيلاحظوا ان المختبر بتحصل فيه حاجه غلط، وبيبتدي يتهز المكان. وبيبصوا على الحيطه بيلاقوها بتتكسر، وبتبص يان على الحيطه علشان تشوف ايه اللي بيحصل. وفجاه بيخش فرع من النباتات المختبر، وبيبدا الفرع انه يهاجم الاسره. وراح الفرع ماسك يان وبيشدها ناحيته، وبيحاول يانج ينقذ مراته، بس مراته راحت قايله له انه يروح ينقذ بنته ويسيبها هي. وراحت بعد ما سابها يانج راح الفرع يسحبها، واختفت مراته وبنته. وقتها كانت النباتات بتسحبها هي كمان. وبنرجع مره تانية للحاضر، وبنشوف يانج على الارض وبتحاول الفروع تجره من كل ناحيه علشان توديه الغرفه المظلمه. وفي الوقت ده بنشوف يوان بنته بتحاول انقاذ ابوها هي المره دي قبل ما النباتات تهجم عليه. وفجاه بتظهر بنت جوه المكان وبتقعد تضرب في النباتات لحد ما قدرت انها تخلص على النباتات اللي كانت ماسكه في يانج. وبعديها بنلاقي الجنود اللي مع البنت دي بيخشوا للمكان هم كمان، وبيقعدوا يضربوا بالاسلحه اللي معاهم النباتات. وبيجي بعد كده واحد منهم يطلع السلاح اللي معاه اللي بيكون فيه نار، وبيقعد يضرب بيه النباتات دي. وبيبداوا في محاربه الفروع والنباتات اللي بنشوفهم بيحاربوا النباتات المفترسه بكل شجاعه وقوه علشان ينقذوا يانج ويوان. وبنلاقي جندي من الجنود بيجي في فرع من الفروع يهجم عليه، بس ساعتها زميله قدر انه ينقذه. وقتها بيطلب الجندي من زميله التاني انه يروح بسرعه يشغل الكشاف، بتاع الاشعه فوق البنفسجيه علشان يبعدوا النباتات دي عنهم. وبنشوف يانج بيساعد الجندي اللي كان خايف من النباتات علشان يشغل الكشاف بتاع الاشعه فوق البنفسجيه القويه ويقدروا يتخلصوا من جميع النباتات. وفعلا قدروا انهم يشغلوا الجهاز والنباتات راحت بعيد عنهم. وبعد كده بنعرف ان اسم الجنديه لي مو اللي انقذت يوان ويانج. وساعتها بيروح يانج يشكرها، وساعتها بتقول له لي مو انهم من فريق العمليات الخاصه رقم 21 وانهم عرفوا انهم في مشكله وجم علشان ينقذوهم. وبنشوف الجندي اللي اتصاب بيجي زميله علشان يعالجه من الجرح اللي موجود في ايده، وبيحاول صاحبه انه يساعده باي طريقه علشان يوقف النزيف. وبعد اللي حصل ده بيتصل القائد بالجنود علشان يعرف منهم في ايه، وساعتها بيقول لهم انهم عرفوا مكان المختبر التاني بتاع صنع النباتات دي وانهم لازم يروحوا هناك. بس القائد راح قايل له انه شاف ان العربيه بتاعتهم ما اتحركتش من الموقع اللي كانوا موجودين فيه. فقال له الجندي ان الطريق كان صعب انهم يتحركوا من المكان. وبيحكي الجندي للقائد عن يانج ويوان وان هو والمجموعه قدروا ينقذوهم من النباتات. فراح قايل له القائد تمام ماشي، بس يلا روح نفذ المهمه اللي انت مبعوث علشانها.
وكان يانج بيتكلم مع المجموعة راحوا مورينه جهاز كده وبيقولوا ليه ان الجهاز ده هو الامل الوحيد لبقاء البشرية على قيد الحياة. ونشوف جندي من الجنود كان بيشرب سيجارة فكانت يون بتبص عليه فقرر الجندي انه ما يشربهاش وراح عمل لها الجندي ده سحر وراح مطلع عليها صورة بنته وقال لها انت شبه بنتي مش صح؟ فقالت له يوان انا شبهها. فقال لها خلاص لو ابوكي مات اعتبريني ان انا ابوكي. وهنا استغربت يوان من الكلام ويانج فضل باصص للجندي باستغراب اللي هو انت ازاي تقول حاجة زي كده، بس مرضيش يتخانق معاه ولا يعمل له اي حاجة. وبيقولوا بعد كده الجنود ليانج ان اسمهم القوات الموحدة وانهم اتكونوا من جميع الدول اللي لسه موجودة على قيد الحياة. وبنعرف ان الادارة المركزية للعلوم توقعت ان النباتات هتزيد قوة بمرور الوقت. وبيروح بعد كده الجندي يوري ليانج طريقة انتشار النباتات على مستوى العالم. وبيقولوا ان النباتات المفترسة دي كونت جذور ليها على عمق 10 كيلومتر تحت الارض، واللي ممكن بسبب الموضوع ده تيجي عاصفة المد الاخضر العالمية الثانية. وبيقول الجندي ان بمجرد ما العاصفة دي تيجي هيموت 93% من سكان الارض. وان راح يانج ساله طب احنا قدامنا قد ايه علشان نقدر نوقف العاصفة دي؟ قال له الجندي ان قدامنا اقل من 54 ساعة، وفي خلال يومين بس هتهاجم مجموعة تانية من النباتات اجزاء مختلفة من العالم. لو ما تمش ايقافهم في اقرب وقت هيعملوا ضرر اكبر من اللي عملوه بكتير. وانه تم تكليف الجنود بمهمة الحفاظ على الجهاز اللي هيحمي البشرية. وبتقول ليمو ليانج ان في 47 محطة حوالين العالم مهمتهم هي انهم يوصلوا للمنطقة اللي فيها النباتات الكتيرة ويدمروا الجذور بتاعتهم. وبيكمل الجندي على كلامها وبيقول ان مهمتهم هم وال47 محطة هي انهم يوصلوا الجهاز بتاع الاشعة فوق البنفسجية للجذور بتاعت النباتات. وهنا لما قال يانج ان على كلامك ان لازم كل المحطات تحط الجهاز ده علشان العالم كله يتخلص من الكارثة دي. فقال له الجندي ايوه بالظبط كده. قال له يانج طب سؤال تاني بقى معلش، طب نفترض ان في محطة من المحطات دي فشلت في انها تعمل المهمة دي. فهنا راحت ليمو قايله له لا ما تقلقش، في كل محطة في 3 فرق احتياطية جاهزة لأي حاجة ممكن تحصل. وراح الجندي قايل له ان في 141 فريق على مستوى العالم كلهم يقدروا يعملوا المهمة في نفس الوقت. وراح يانج قايل لهم ان استخدام الحاجات الحيوية في مواجهة النباتات دي شيء خطر، لاني قريت في المذكرات بتاعت مراتي كده. وهنا راح واحد قايل له يعني احنا هنصدق مراتك ونكدب المركز بتاع العلوم. وفي الوقت ده بتيجي اشارة الجندي بتقول ان في حاجة تحت الارض، وبيبلغ الناس اللي واقفة انهم ياخدوا بالهم كويس من نفسهم وان الحاجة دي بتقرب منهم بسرعة كبيرة جدا، وده اللي بيخلي كل اللي موجودين في حالة رعب وخوف. وبيقعد الجندي يقول لهم على المسافة اللي بين الحاجة اللي تحتيهم دي. لما بيسألوه طب هي الحاجة دي جاية منين، راح الجندي قايل لهم انه مش عارف يحدد المكان فين بالظبط. وفجأة بيطلع فرع من تحت الارض وبيسحب الجهاز اللي كان بيطلع منه الاشعة فوق البنفسجية. وبنشوف يوان ويانج وليمو بيقعوا تحت الارض وبيتم الهجوم عليهم من النباتات، وقدروا الثلاثة انهم يدافعوا عن نفسهم. بس بعد كده اتصاب قائد الفرقة بجروح خطيرة، بس المجموعة اللي معاه بتقدر تساعده وبيقرب منهم فرع كبير وخطير من الطريق بتاعهم. بس كل الناس ساكتة علشان ما يقدرش يحدد مكانهم فين، لان لو حد عمل صوت هيعرف مكانه هيفترسه. وساعتها بتقول ليمو ليانج انه يجيب يوان الناحية التانية وبتاخدها منه وهو كمان راح ناطط من فوق الكائن ده. وبيكونوا خلاص ماشيين من المكان، بس لما جت ليمو تاخد الشنطة اللي كانت معاها راحت حاجة منها وقع على الارض وراحت عاملة صوت، وده اللي خلى الكائن يحدد مكان الصوت فين. وهنا راحت ليمو يانج ويوان راحوا مستخبيين، ولما الفرع ده بيكون واقف فوق المكان اللي هم مستخبيين فيه مش بيعرف يحدد مكانهم. لما جم الثلاثة يتحركوا راحت يوان ماشية من مكان تاني، وساعتها كان الفرع قدامها. بس على الرغم من كده بيقرب الفرع من يوان، ويوان بترجع لورا علشان خايفة ومرعوبة من اللي هي شايفاه. وراحت مربوطة في حاجة وبتقع منها على الارض، وبيسمع الفرع الصوت وبيبتدي يهاجم يوان، وبتقدر يوان انها تهرب وبينقذها يانج قبل ما الفرع ياكلها بثانية. بس الفرع لسه ما وقفش الهجوم وبدأ يهاجم كل اللي موجودين قدامه، وكان على وشك انه يقتلهم كلهم. بس ساعتها بيضرب القائد النار عليه علشان يشتت انتباهه، وده اللي بيخلي الفرع يروح للقائد ويلف حواليه. والقائد بيقول للناس اللي باقيه انهم يهربوا بسرعه من المكان علشان هيضرب قنبله على الفرع وهيضحي بنفسه علشان هم يعيشوا. وفعلا انفجرت القنبله ومات الفرع والقائد، ومن قوه الانفجار بيطير يوان ويانج وليمو لبره المبنى وبيقابلوا باقي الجنود. ولكن قبل ما يكملوا المهمه بتاعتهم بيطلب واحد من الجنود من يانج انه ينضم للمجموعه بتاعتهم، لانه راجل بيعرف في تصليح الاشياء وانه هيقدر يساعدهم مساعده كبيره. بس يانج بيرفض العرض وبياخد بنته ويمشي، وفي نص الطريق بيتوقفوا بنته وبتقول انها عاوزه تنقذ العالم معاه ومع الجنود. واقنعت يانج انه ينضم للمجموعه، وفعلا انضموا هما الاثنين مره تانية للجنود.
الجنود، وبنشوف المجموعة بتشق طريقها لمحطة الانطلاق حيث يمكن تنشيط الجهاز لقتل النباتات، وفي طريقهم بتيجي إشارة لاسلكية الجندي على جهازه بتنبههم إن الموجة التانية من النباتات في طريقهم ليهم. وبعد شوية بتبدأ الأرض في الاهتزاز وفي مبنى قديم بدأ يقع عليهم، والمجموعة بتحاول تهرب من المبنى علشان ينقذوا حياتهم. ويانج بيكون محتار في أمر النباتات لأن كان المفروض إن الموجة التانية منهم توصل بعد يومين، لكن الجندي بيقول له إن في موجات تانية ممكن تبدأ قبل الموجة دي وهتكون في جميع أنحاء العالم. وبنشوف الفروع بدأت تخرج من الأرض ومن كل حتة، وبنشوف الجندي اللي معاه الجهاز الفروع بتهاجمه، فبيرمي الجندي الجهاز قبل ما الفروع تمسك فيه، وفعلا رمى الجهاز بس الفروع مسكته وضحى الجندي بنفسه وبيموت في العملية، وركب الباقيين العربية بس كانت النباتات بتجري وراهم لحد ما العربية وقعت بيهم وبيخبطوا في مبنى كده بس قدروا انهم ينزلوا من العربية، واصبح المكان بقى في حالة صمت، وده بيدل ان الفروع سابت المكان ومشيت. وبيقول الجندي ان السبب كده هو ان موجة الهجوم كانت صغيرة وان في موجة هجوم تانية اكبر من كده هتيجي عليهم، وبتحاول المجموعة انها تتصل بالقائد لكنهم مش بيلاقوا اشارة. بس يانج بيلاحظ وجود اشارة في برج في المبنى اللي قدامهم، وبيخططوا انهم يروحوا هناك علشان يلاقوا الاشارة، بس المشكلة الوحيدة اللي هتقابلهم هي انهم لازم يعدوا من جسر علشان يقدروا يوصلوا للمبنى ده اللي ممكن يتكسر في اي وقت، بس لازم يعدوا برضو من عليه، وكلهم بيتشجعوا علشان يعدوا من عليه، وبيوصلوا لنص الجسر. بس قبل ما بيوصلوا الناحية التانية بيبدأ مبنى قريب منهم انه يقع على الارض، بس المبنى لما وقع بعيد عنهم بمسافة صغيرة، بس يوان بيطلع من فوق الجسر وواحد من الجنود بينقذها قبل ما تقع وبيخليها تمسك في الحبل، وبيسحب يانج الحبل علشان ينقذها، لكن الحبل بيبتدي يتقطع بسبب الوزن الزايد، بس الجندي بيسيب الحبل علشان يقدر يانج انه يمسك ببنته، وبيضحي بنفسه علشان خاطر يوان والجندي. ووصل يانج والجنود المبنى ووصلوا لاشارات الراديو وبيتواصلوا مع القائد اللي بيصدر اعلان مشترك ليهم وللفرق التانية في جميع انحاء العالم اللي بتقتل النباتات، وبيقول ان الموجة التانية من الهجوم هتوصل في خلال 4 ساعات، وده على حسب البيانات الجديدة، علشان كده مفيش أي طريقة تانية غير إنهم يكملوا مهمتهم ويرجعوا في الوقت المناسب. وبيعرفوهم إن جذور النباتات محمية بعدة فروع من حواليها، علشان كده مش هينفع يتزرع فيها الجهاز، وبيأمر القائد الجنود بالاستسلام والرجوع لبيوتهم. بس قبل ما الاتصال يتقطع يانج بيتكلم مع القائد وبيطلب من القائد إنهم يكملوا المهمة علشان يقدروا ينقذوا البشرية من الخطر ده، وبيكون كلام يانج وكل الناس حوالين العالم بيسمعوه. وفي الآخر القائد قال له إنه موافق انهم يكملوا المهمه، وبعد كده بتوصل المجموعه لبرج الاطلاق وبتقوم بتنشيط النظام لزرع الجهاز في جذر المصنع، وتم تشغيل الجهاز، ولكن الجهاز بيتعطل في نص الطريق بسبب الفروع اللي بيكون بتحمل جذور، وما بيكونش قدام المجموعه اي امل في انهم يشغلوا الجهاز. وفجاه سمعوا صوت في البرج وعرفوا ان الصوت جاي من البركان اللي بيكون قريب منهم، وعرفوا ان برج الاطلاق بيستخدم الطاقه الحراريه الارضيه من الحمم البركانيه الموجوده تحت الارض للحفاظ على نفسه. فجاه جت يانج فكرة وبيقترح انهم يدمروا نظام الصيانة تحت الارض اللي بيتحكم في كل الحمم البركانية، ويؤدي الى سقوط الحمم البركانية على الفروع اللي بتحمل جذور، ويقدروا ساعتها انهم يشغلوا الجهاز. وفعلا بدأوا انهم ينفذوا فكرة يانج وراحوا لنظام الصيانة تحت الارض، وراحوا فعلا وضربوها بالقنابل، ولكنهم تعرضوا للهجوم من الفروع، ويتصاب يانج اصابات بجروح خطيرة في المطاردة دي، وفقد جندي من الجنود حياته. بيقدر يانج والايمو يهربوا للعربية بتاعت ليمو، قفل يانج الابواب بتاعته علشان يحموا نفسهم جواها، وبيقول يانج انه ناوي يضحي بنفسه علشان البشريه، وبعد كده بيروح لغرفه الصيانه وباستخدام كاميرا قال فيها وداعه الاخير لبنته يوان. واخيرا انفجرت العبوه ومات يانج واتدمرت غرفه الصيانه، وبعدها بتوع الحمم البركانيه على الفروع اللي كانت بتحمل جذور وبتحرقها. وبعد كل ده الجهاز بيرجع يشتغل مره تانية وبيشق طريقه للجذر وبيدمر النظام كله بتاع النباتات، وبعد كده بنشوف الارض رجعت لوضعها الطبيعي مره تانية. وكده بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. اتمنى الفيلم يكون عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول.